في نوع من الناس لو جادلته وانت متأكد انك كسبت النقاش، تلاقي نفسك بعد شوية نسيت انت كنت مقتنع بايه اصلا. هو مش قصده يكسب النقاش، هو ببساطة بيختبر منطق الفكرة، مش بيقولك انت غلطان. هو فجأة يسألك طيب ليه؟ وسؤال واحد منه كفاية يخليك تراجع كل اللي قلته وتكتشف ثغرات في كلامك يمكن انت نفسك ما كنتش واخد بالك منها. النهاردة هنكتشف عقل نمط المنطقي INTP. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه أصدقائي المميزين؟ النهاردة في حلقتنا من سلسلة MBTI هنتكلم عن واحد من أذكى وأغرب الشخصيات في طريقة تفكيره. عمرك شفت حد قاعد ساكت مش داخل في الدوشة وفجأة يقول سؤال أو فكرة تقلب النقاش كله؟ مش قليل الأدب ولا مغرور، هو بس عقله شغال طول الوقت، بيعامل الأفكار كأنها لعبة مكعبات، يفكها ويركبها علشان يشوف هي متماسكة فعلا ولا لأ. تحس إن دماغه معمولة من غير زرار أوف. كل حاجة عنده قابلة للتشريح والتحليل، حتى الأفكار اللي الناس بتعتبرها مسلمات. ولو حسيت ان الوصف ده بينطبق عليك او على حد تعرفه، فاهلا بيك في الحلقة السادسة من سلسلة MBTI. ولو ما اتفرجتش على الحلقات اللي فاتت هتظهر في الاي فوق او في اخر الفيديو. ويلا نبدأ. شفرة ال INTP. نمط المنطقي INTP واحد من المحللين الأربعة، انطوائي، حدثي، عقلاني، مرن. كل حرف من ال INTP بيمثل سمة أساسية. I انطوائي، كهفه العقلي هو مملكته، بيختفي جوه علشان يشحن طاقته ويرتب أفكاره. N حدثي، بيحب يشوف الصورة الكبيرة ويركز على الأنماط والاحتمالات والأفكار النظرية أكتر من التفاصيل الروتينية. T عقلاني، بيتعامل مع أغلب المواقف بالمنطق البحت، بيحاول يفصل بين الحقيقة والمشاعر. P مرن، مش بيحب يتحط في قالب وبيفضل يسيب كل الخيارات مفتوحة، لأنه دايما مؤمن إن ممكن تظهر فكرة أحسن. ال INTP بيمثل حوالي 3% بس من الناس، يعني من ضمن 100 شخص هتقابلهم 3 بس هيكونوا من نمط INTP، وبيتسمى أحيانا بالمفكر أو العبقري الشارد. المنطقي INTP أعظم متعة في حياته هي التفكير المجرد، مش علشان يوصل لإجابة بسرعة، لكن علشان يفهم الحقيقة نفسها. بيكره الأحكام المسبقة ودايما بيسأل ليه؟ ايه الدليل؟ مين قال كده؟ ولو قلت له كل الناس بتعمل كده، فدي بالنسبة له مش إجابة، دي بداية تحقيق. عنده قدرة نادرة يكتشف أي تناقض أو أي ثغرة في الأفكار، ولو لقى حاجة مش راكبة منطقيا غالبا هيلقطها بسرعة. عقلاني لكنه مرن، وده فرق جوهري بينه وبين ال INTJ اللي اتكلمنا عنه قبل كده. ال INTJ بيرسم خطة طويلة المدى ويتمسك بيها، أما بقى ال INTP فيفضل يعدل ويطور ويغير خطته كل ما تظهر فكرة أفضل، وأحيانا يفضل يحلل الاحتمالات لدرجة أنه يتأخر في اتخاذ القرار. ال INTP مش عايز يسيطر على العالم، هو عايز يفهمه. بيحب العزلة لكن نادرا ما يشعر بالوحدة، لأن دماغه مليانة أفكار وأسئلة ونقاشات داخلية لا تنتهي. أحيانا تلاقي جسمه قاعد مع الناس لكن عقله مسافر في نظرية أو سؤال أو فكرة جديدة لسه بيستكشفها. داخل عقل ال INTP الناس غالبا بتشوفه سرحان ومش موجود معاهم. ذكي جدا لكن مخه طائق شوية، بيجادل في كل حاجة حتى الحاجات الواضحة، بيسأل أسئلة كتير كأنه مش بيقتنع بأي إجابة. لما يعترض غالبا مش هيقولك انت غلطان، هيكتفي بسؤال بسيط يخليك تعيد التفكير في كل اللي قلته. اللي ما يعرفوش بيفتكر انه بيحب الجدل او انه بيعقد الامور، لكن الحقيقة هو مش بيجادل علشان يكسب، هو بيجادل علشان يختبر الفكرة نفسها. جواه عقل شغال طول الوقت، بيقلب اي فكرة من كل زاوية ويكتشفها لو فيها ثغرة او تناقض. بالنسبة له مفيش فكرة مقدسة، اي رأي قابل للنقاش، حتى آراءه هو شخصيا.
لو أثبتت له بالدليل إنه غلط غالبا هيغير رأيه بسهولة من غير ما يحس إن كرامته اتكسرت، لأن بالنسبة له الوصول للحقيقة أهم من إنه يطلع صح. وأحيانا يفضل يحلل كل الاحتمالات لدرجة إنه يتأخر في إنه ياخد قرار، مش لأنه متردد لكن لأنه شايف احتمالات أكتر من اللي حواليه. شخص صعب تفهمه عاطفيا، مش لأنه مش بيحس لكن لأنه بيعبر عن مشاعره بطريقة مختلفة، وبيعامل الحب كأنه مسألة فلسفية محتاجة تحليل. ويمكن أكتر جملة تلخصه إن ال INTP مش بيدور على إنه يكسب النقاش، هو بيدور على الحقيقة حتى لو كانت ضد رأيه. أي فكرة تدخل عقله مستحيل تخرج منه زي ما دخلت. نقاط القوة والضعف والحل. ال INTP عنده قدرات نادرة ودي أقوى نقط قوة عنده. عقل تحليلي عميق بيقدر يربط بين أفكار وعلوم مختلفة ويشوف علاقات الناس غالبا مش بتلاحظها. الإبداع الفكري بيطلع بحلول وأفكار مش تقليدية لأنه أصلا بيفكر برا الصندوق. الموضوعية بيحكم على الفكرة نفسها مش على الشخص، بالنسبة له الدليل أهم من مكانه. الاستقلال الفكري مش بيمشي ورا القطيع وبيكون رأيه بنفسه حتى لو كان مختلف عن الكل. الفضول لا نهائي، كل إجابة بالنسبة له بتولد سؤال جديد، وعشان كده عمره ما بيحس إنه خلص فهم. لكن زي أي قوة لو زادت عن حدها ممكن تتحول لنقطة ضعف، ولو ال INTP عايز يطور من نفسه لازم يواجه نقط ضعفه. شلل التحليل. اتفرج على ال INTP وهو قاعد قدام مشروع من الصبح بيقلب في كل الاحتمالات، لو عملته كده هيبقى أحسن، لو الطريقة التانية أدق. تلاقيه لسه في نفس النقطة بعد 3 ساعات. هو غرقان في أفكار ونظريات عن أفضل شكل ممكن ينفذ بيه المشروع، لكن المشروع نفسه ما تحركش سنتيمتر واحد لأنه مشغول بيحلل الاحتمالات بدل ما ينزل يجرب. الحل: حط لنفسك قاعدة نسخة 70%، يعني ابدأ التنفيذ لما الفكرة توصل لمستوى مقبول مش مثالي، وافتكر دايما ان النسخة اللي اتنفذت هتتعلم منها اكتر من الفكرة المثالية اللي عمرها ما خرجت للنور ولسه جوه دماغك. البرود العاطفي. تخيل اخته زعلانة وعايزة تتكلم معاه عن مشاعرها، وهو بدل ما يواسيها يبدأ يحللها. طب ليه حاسة كده؟ ايه المنطق ورا الموضوع ده؟ وهي مش محتاجة تحليل، هي محتاجة حضن واحساس انه معاها، لكن هو مش عارف يترجم اللي جواه لكلام بسيط. النتيجة انها تحس انه بعيد عنها مع انه في الحقيقة مهتم جدا بس مش عارف يعبر. الحل: تتدرب على جملة واحدة بسيطة قبل ما تحلل، زي مثلا تقول انا مش فاهم كل اللي جواكي بس انا معاكي وموجود دايما لو احتاجتيني. الكلمة البسيطة دي بتوصل اكتر من اعمق تحليل. الاهمال العملي. شوف بيت ال INTP: فواتير متأخرة على المكتب، غسيل متكوم، وميعاد عند الدكتور ناسيه من اسبوعين. هو مش كسلان بس دماغه مشغولة بأفكار أهم من وجهة نظره. التفاصيل العملية دي بيحس إنها ما تستاهلش مساحة في دماغه. المشكلة إن التفاصيل دي بتتراكم لحد ما تبقى أزمة كبيرة تقطع عليه تفكيره أصلا. الحل: اعمل نظام تنبيهات على الموبايل للحاجات العملية عشان تفضل شغالة من غير ما تحتاج إنك تفكر فيها كل مرة. خصص 15 دقيقة كل يوم للحاجات الروتينية وخليها روتين مش قرار، مثلا بعد الفطار مباشرة أو قبل النوم. العزلة المفرطة. لاحظ ال INTP ممكن يقعد أيام في أوضته مش بيرد على حد، تايه في أفكاره الخاصة. في الأول بيحس إنها راحة ذهنية، لكن مع الوقت الأفكار السلبية بتبدأ تكبر لوحدها من غير ما حد يراجعها معاه. لما يخرج أخيرا يلاقي نفسه اشتاق للناس أكتر مما كان متوقع، وده بيفاجئه. الحل: حط لنفسك حد أقصى للعزلة، مثلا 2 يوم بالكتير، وبعدها لازم تطلع تشوف حد حتى لو مكالمة قصيرة علشان تكسر دوامة الأفكار من جوه. وشارك حد ثقة بفكرة واحدة من اللي في دماغك، هتلاقيها بقت أوضح وهتكتشف إن الناس بتقدر تفكيرك. الجدل العقيم. تخيل ال INTP في نقاش مع صاحبه عن موضوع تافه وبيكمل فيه ساعة كاملة، مش عشان يقنعه لكن عشان يستمتع بلعبة الأفكار نفسها. صاحبه بقى زعلان وحاسس إنه بيتحط في الزاوية.
لكن ال INTP لسه مركز في المنطق ومش حاسس بمشاعر التاني خالص. الجدال اللي كان مفروض يكون متعة ذهنية بقى سبب في فجوة بينهم. الحل قبل ما تكمل في نقاش اسأل نفسك، هل أنا بحاول أفهم ولا بحاول أثبت إن فكرتي صح؟ لو حسيت إن العلاقة أهم من النقاش سيب النقاش يكسبه صاحبك. مش كل فكرة تستاهل إنك تكسبها، أحيانا أهم إنك تكسب العلاقة. مشاهير نمط INTP: ألبرت أينشتاين، ماري كوري، إسحاق عزيموف، تيانا فاي، لاري بيج. رغم اختلاف مجالاتهم كلهم اشتركوا في حاجة واحدة: فضول مش بينتهي وعقل بيحب يفهم قبل ما يصدق. هوايات نمط INTP: القراءة الاستكشافية من الفلسفة لحد فيزياء الكم، مش عشان يتعلم لكن علشان يفهم. الألعاب الاستراتيجية المعقدة زي الشطرنج أو ألعاب البناء لأن عقله بيحب التحديات. الكتابة النظرية بيدون أفكار مش علشان ينشرها لكن علشان يرتبها. البحث العشوائي على الإنترنت يبدأ يبحث عن حاجة ويلاقي نفسه بعد ساعة بيقرأ عن موضوع تاني خالص. الجدل الفكري مش علشان يكسب لكن علشان يفهم الفكرة من كل زاوية. حل الألغاز المعقدة سواء كانت رياضيات أو كود برمجي أو حتى ألغاز منطقية. الخلاصة: ال INTP مش مجرد سرحان في ملكوت الله ولا دحيح، هو المنطقي اللي بيصمم خرائط الأفكار اللي بتمشي عليها البشرية. لو انت INTP افتخر بعقلك الفريد اللي بيكون بوصلتك في الحياة. ولو تعرف INTP ما تستغربش صمته ولا سرحانه، اعرف ان جواه كون كامل بيتبني ببطء. لو لسه مش عارف نمطك هتلاقي لينك الاختبار في الوصف أو في أول تعليق مثبت، وقول لنا في التعليقات طلعت INTP ولا لأ، وإيه الفكرة الغريبة اللي شغلاك دلوقتي. وما تنسوش لو عجبكم المحتوى اللي بنقدمه دوسوا لايك واشتركوا في روكنوليدج علشان تكونوا جزء من مجتمع روكنوليدج المتحمس للمعرفة. أشوفكم في الحلقة الجاية أصدقائي المميزين، مع السلامة.